صباح الفل، صباح العسل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة. بصوا يا جماعة، بجد الأكلة دي ملهاش حل. طعمها تحفة جدا. أنا متأكدة إن انت إن شاء الله بعد ما تشوفي الفيديو ده هتجربي الأكلة دي على طول. بجد مفيش أحلى من أكل الطواجن في رمضان بالذات. هنعمل النهاردة فخارة اللحمة، طعمها مش قادرة أوصفلك. طعمها تحفة، وكمان سهلة جدا وبسيطة، ومن الأكلات بقى السريعة الحلوة اللي بتحطيها كده في الفرن وبتنسيها. أكلة فعلا شهية جدا، هنعملها بكل تركاتها وكل تفاصيلها. هنعملها بتفاصيل بسيطة جدا وسهلة، وكمان هيبقى طعمها تحفة. تابعي معايا الفيديو وإن شاء الله بإذن الله هيعجبك جدا. يلا بقى نبدأ على طول ونشوف الجمال ده عملناه ازاي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. عندنا طبعا اللحمة يستحسن تكون من وش الفخدة، هتبقى حلوة جدا معاكي. وعندي بصل، عندي طماطم، وعندي فلفل ألوان، وعندنا كمان توم، وكمان توابل، وكمان هنحط فيها بقى بطاطس. أنا عندي البطاطس الصغيرة دي بتبقى جميلة جدا، وكمان بتبقاش فيها كيماوي، بتبقى جميلة. بحب جدا لما بنزل السوق بحب ان انا اجيب البطاطس الصغيرة خالص دي. بتنفعني في وصفات كتير، وان شاء الله نعمل بيها وصفات كتير مع بعض. طبعا اللحمه زي ما قلت لكم تبقى من وش الفخده، انا مقطعاها صغير. لو عايز تقطعيها كبير براحتك، بس كل ما تقطعيها كبير كل ما تقعد معاكي في الفرن اكتر. تمام. دي المكونات بتاعتنا، تقدر تاخديها سكرين شوت. ونبدا بقى في الوصفه بتاعتنا. حله على النار، نحط فيها شويه زيت ومعلقه سمنه بلدي حلوه. وهنبدا بقى نسيبها كده تسخن كويس جدا. وبعدين هنبدا ننزل باللحمه بتاعتنا، تاخد تشويحه وتاخد صدمه كويسه جدا، عشان اللحمه بتاعتنا تبقى طريه كده وجوسي في نفس الوقت. اول ما بتنزلي اللحمه كده بتسيبيها خالص، ما تقلبيهاش، لان طبعا انت لو قلبتيها مش هتطلع معاكي. هتسيبيها خالص لحد اللحمه ما تتشوح. اول ما تتشوح هتلاقيها سابت الحله على طول، وبتتقلب معاكي بكل سهوله زي ما هتشوفي معايا. تعالوا بقى نقطع الخضار مع بعض. هنقطع كده البصل زي ما انتم شايفين، هقطعه مربعات. هنقطعه كده مربعات كبيرة، عشان طبعا الطاجن بياخد معايا سوية في الفرن، بياخد وقت كبير، فالبصل يستحمل معايا. طبعا كله هيتهري وهيبقى تمام جدا. هناخد البصل نروح ثابت الحلة اهي. لما نسيبها شوية بنلاقيها ثابت الحلة. يعني أول ما نحط اللحمة ما ننزلهاش على طول، لا بنسيبها شوية تلاقيها ثابت الحلة اهي، اتشوحت ما شاء الله، ما نزلتش مية. يعني اخدت الصدمة المظبوط. تمام يا حبايبي، بصوا الجمال ما شاء الله. تشوح برضه فيها شوية، عايزاها تاخد لون سنة، عشان لما انزل البصل كمان هو ياخد هو كمان منه لون. تمام. بس كل ده طبعا على نار عالية. تمام. نحط مع ورق خضار، ورق لورا مرقة خضار وورق لورا. نحط شوية كاري. تمام. هننزل بالبصل متقطع زي ما انتم شايفين، متقطع مكعبات. بعد اللحمه ما اخدت الصدمه نزلنا بالبصل، وهنشوحه بقى كويس جدا جدا مع اللحمه، ياخد كده من طعم اللحمه ومن الصوص اللي نزل كده من اللحمه، يبقى طعمه تحفه. والتشويحه دي يا بنات بتبقى مهمه جدا في الطعم، تفرق في الطعم كمان في الطراوه بتاعه اللحمه. تمام يا بنات. يلا بقى نقطع مع بعض شويه الخضار الباقيين.
قطعت الفلفل الالوان والطماطم ونزلت بيهم زي ما شفتوا كده. هنقلب برده كويس جدا، وهنحط بقى 5 كده فصوص توم، 6 فصوص توم زي ما هم كده سلام، بيبقى طعمه وريحه حلوه جدا. وكمان التوم ده لما بيستوي بيبقى طعمه فظيع، بيدوب كده في البق، بيبقى طعمه تحفه جدا. طبعا لو عندك كمان جزر في الوصفه دي هيبقى حلو جدا جدا. تمام، شوحنا بقى كويس جدا، وبعدين بدأنا ننزل بالبطاطس. عندي هنا حوالي نص كيلو من البطاطس الصغيره المدوره الصغيره ديت، بتبقى طعمها تحفه ويبقى شكلها جميل، والبطاطس هتفضل زي ما هي سليمه، وفي نفس الوقت هتدوب كده معاكي ويبقى طعمها جميل. هنا بقى خلاص بعد ما اخد تشويح هبدأ اقفل عليها النار. تمام. زي ما انتم شايفين جبت شويه فلفل كده صحاح زي ما هما، وحطيت عليهم شويه من الملح، وبدات بقى ان انا افرمهم كده بالسكينه، بتدي تيست حلو جدا جدا. حطيتهم على الخضار والطاجن بتاعي، وبدات ان انا اقلبهم كويس جدا جدا. طبعا قبل ما اشتغل في الوصفه كان الفرن بتاعي حامي، هندخل الطاجن بتاعنا على درجه حراره 200 درجه عاليه، هتقعد معايا حوالي ساعتين وهيبقى معايا تمام جدا. هنبدأ بقى نعمل العجينة. جبت حوالي كده كوباية كبيرة من الدقيق، حطيت عليها نص باكو من الخميرة دي، وبعدين بقى نحط شوية ملح صغيرين ورشة سكر. تمام، وهنبدأ بقى ننزل بالمية شوية بشوية لحد ما يكون معانا عجينة حلوة جدا. وهتبدأي تعجني كده بالراحة خالص، وهتكون معاكي عجينة سهلة وبسيطة، وكمان طعمها لذيذ جدا، وان شاء الله تعجبك جدا. زي ما انت شايفه كده نبدا بقى بايدينا كده نلم العجين كويس. لو العجينه زاد مني لو الميه زادت مني شويه نبدا ننزل بشويه دقيق، مفيش اي مشكله معايا خالص. تمام، وهنبدا نعجن. بجد طعمها تحفه. انا كنت يعني كنت عايزه ان انا اكتر منها بصراحه، لان هي عجبتهم جدا وكان طعمها تحفه. باخدها بقى على الرخامه بالشكل ده، وببدا ان انا اعجنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان تبقى معايا بقى ايه عجينه عيش كده حلوه جدا. لان طبعا بيبقى اللي فوق ده بيبقى عيش بيتاكل بيه كده، الصوص اللي بينزل ده بيبقى طعمه رهيب. هتعجبكم جدا يا بنات، وان شاء الله هتجربوا الوصفه دي لان هي لذيذه، وكمان حلوه جدا على سفره رمضان، سهله كده وبسيطه، وطعمها لذيذ ومغذيه طبعا لاولادنا. تقدري برضو تعملي بقى جنبها رز، تعملي جنبها عيش، سلطات، زي ما انت عايزه، شويه سمبوسه، ويبقى كده الاكله بتاعتك تمام جدا في رمضان. خلصت العجين هتعمليها كوره بالشكل ده، وتدهنيها بالزيت وتسيبيها تخمر خالص، وده شكلها بعد ما خمرت. بتبقى عجينه زي ما انتم شايفين كده، ده القوام بتاعها بيبقى طري كده معايا. هلمها كده بايدي وهسيبها برضو هتريح على جنب شويه، على بال ما اطلع بقى الطاجن القمر بتاعنا ده. بسم الله ما شاء الله، طلعناه من الفرن بالشكل التحفه ده. بجد ريحته فظيعه، ريحته جميله جدا ما شاء الله. يعني كمان ريحه الطاجن مع ريحه العجينه عاملين كده ميكس رهيب، ريحته في منتهى الجمال. هنبدأ بقى ندهن كده الرخامة بتاعتنا بالزيت، ونبدأ نفرد قطعة العجين بتاعتنا على شكل كده دائري، عشان نحطها على الطاجن بتاعنا. طبعا زي ما قلت لكم لازم الطاجن يبرد خالص، يعني لازم الطاجن بتاعك تسيبيه كده يبرد نص ساعة كده، عشان خاطر ايه لما تيجي تحطي العجينة تحطيها العجينة بتاعتك ما تقعش منك تحت، لان طبعا هتتحط على حرارة فهتقع منك تحت. لا، احنا لازم نسيب الطاجن يبرد خالص، وبعدين نبتدي بقى ايه نحط عليه قطعة العجينة بتاعتنا زي ما هتشوفوا معايا. زي ما انتم شايفين الطاجن بارد خالص تمام، وكل البخار راح. بدأت بقى ان انا احط العجين بالشكل ده، وهندهنها بقى بالموجود. عندك بيض، عندك ما عندكش بيض ممكن تدهنيها بعسل او بشوية مية بسكر، هتبقى برضو حلوة معاكي. دي لها رشة سمسم، وكمان رشة حبة البركة. وعلى الفرن، طبعا الفرن لسه بتاعنا لسه الفرن طبعا معانا والع. هنحط في الفرن وهتقعد معانا حوالي ربع ساعة، وهتبقى معانا بالشكل التحفة ده. بجد شكلها جميل جدا، وكمان طعمها تحفة يا بنات. ان شاء الله هتجربوها تعجبكم جدا. نقطعها بقى مع بعض ونشوف الاخبار ايه. هنجيب سكينة كده صغيرة او رفيعة بالشكل ده، وهنمشي على الحروف، هنمشي على حرف الطاجن كده زي ما انتوا شايفين، ونطلع بقى العيش. بجد تحفة تحفة تحفة.
بسم الله ما شاء الله، العيش مستوي وتحفة، والطاجن ما شاء الله بقى تمام جدا وجاهز على الاكل. الف هنا. بجد طعم العيش مع الصوص اللي نازل من الطاجن طعمه في منتهى الجمال.